ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا مستمعي رحاب اف ام تي في، اللي بيسمعونا على www.rahabfm.com او بيشوفونا على النايل سات تردد 11 افقي. نسمة ازيك؟ اسلام ازيك؟ افقي حلوه، عجبتني اداء. ما انا لازم اعمل برضه، ما انت نجمه مغموره مشهوره، لازم برضه اعمل اي نمره كده يعني. ازيك يا اسلام؟ كله تمام؟ كله تمام. طبعا يا اسلام احنا حلقتنا النهارده هتبقى جامده جدا، واكيد احنا طبعا مهدنا لمستمعينا الحلقه اللي فاتت، احنا مفاجاتنا النهارده اللي معانا اكيد، بس اكيد لازم اقدم ضيفنا يعني. اتفضلي. ضيفنا النهارده يا اسلام هقول له كلمه واحده توصف كل الكلام. احساسي ان الحلقه هتبقى رقم واحد، لان صاحب اغنيه رقم واحد من ألبوم كل الكلام معانا النهارده، والاول مره واكسكلوسيف على راديو رحاب اف ام في احلى كلام مع نسمة اسلام. معانا المطرب الجامد جدا رقم واحد كريم محسن. يا كريم منورنا. منورنا يا كريم. حلوه الدخله الجامده دي يعني بصراحه تقديمها حلوه قوي. مين اللي الف الكلام؟ ايه رايك؟ لا جامد. مؤدتنا جميله صراحه، مؤدتنا وعصفورتنا كل حاجه ما شاء الله حلوه قوي. ازيك يا نسمة وازيك يا اسلام؟ طبعا مبسوط ان انا معاكم. احنا مبسوطين. اول حاجه مبدئيا الف مبروك على الالبوم الجامد ده بجد. الله يبارك فيك. فعلا رقم واحد يا كريم، وانت تستحق بجد كل حاجه كويسه بجد. ربنا يكرمك يا رب. طبعا انتوا اذاعه محترمه والله. انا يعني اول ما انتوا قلتوا لي انا حبيت ان انا اجي على طول، وطبعا اذاعه يعني عبقري الموسيقى يعني، طبعا الكابو طبعا حميد الشاعري طبعا، بحقيقي يعني من خلالكم طبعا. طب احنا في معانا اتصال تليفوني يا كريم، ناخده. يلا. الو 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 الو. ايوه ولا الو؟ طيب حاول تتصل بينا تاني. اوكي. طيب كريم، احنا لازم اعمل لك بقى الكمين اللي دايما بنعمله لكل ضيف. طيب تمام. قبل ما بس نقول الكمين، عايزين بس نفكر الساده المستمعين بارقام تليفوناتنا من مصر، من اي تليفون ارضي على 09000-843 او من اي موبايل 1797 او من اي تليفون في العالم 008821-622-77-4755. اتفضلي يا نسمة كملي. لا انت نقيب اسلام بقى معاك، هو هياخد منك البطاقه عشان تبتدي تعرف نفسك للناس يا كريم. مبدئيا بقى البطاقه كده تطلعها ونبتدي بالاسم كامل. 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 كريم محسن عزت عبد الحميد بيومي. تمام. دراستك بقى والحاله الاجتماعيه. طيب دراستي انا دارس بيزنس، اداره اعمال. تمام. جامعه خاصه يعني. تمام. بس وايه تاني؟ برج ايه الحاله الاجتماعيه يا كريم؟ اهم حاجه الحاله الاجتماعيه اعزب طبعا. تمام. طبعا ليه؟ على فكره مش طبعا، مش لازم. لا طبعا. لا طبعا. بس وايه تاني؟ برج ايه؟ برج الميزان. 8 اكتوبر. 8 اكتوبر. تمام. برج العظماء ده خلي بالك. بيقولوا. مش عارف يعني. طب عايزين نطلع بفاصل الاول. طيب نروح نطلع مع فاصل مع رقم واحد، ومعانا النهارده رقم واحد كريم. من ألبوم كل الكلام. من ألبوم كل الكلام. ماشي خلاص. خنقوش يا جماعه. من ألبوم كل الكلام. لا ده لازم، على فكره ده لازم كل حلقه. ده لازم كل حلقه نروح نطلع مع رقم واحد لكريم محسن ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم. ضيفنا النهارده اللي منورنا كريم محسن. ناخد تليفون. معانا تليفون. الو. الو. ايوه امنيه. الو. الو. امنيه اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. امنيه. الو. الو. ايوه ايوه امنيه، معاكي كريم. الو. ايوه امنيه ازيك؟ ازيك يا كريم؟ عامله ايه يا جميله؟ الو. عامله ايه يا امنيه؟ كويس الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله كله كويس. تسمعينا؟ ايه بتسمعينا؟ على فكره يا كريم البوم الجديد بجد وعجبني قوي. ربنا يخليك يا رب. سيدي ذوقك. على فكره بقى انا بسمع الالبوم بتاعك الجديد كله وجميل والله. ربنا يخليك، ده شرف ليا والله. الو. سامعك. بقول لك ده شرف ليا انك حبيت الالبوم. والله العظيم انا بحب كل اغانيك، حتى قلب الالبوم الجديد بحبها والله كلها، انت والفنان تامر حسني. ربنا يكرمك. ميرسي ليك يا امنيه. في حاجه ممكن اسمع اغنيه؟ طبعا. عايزه اسمع اغنيه احساس. حاضر. اوكي يا امنيه، هنسمعك اغنيه احساسي. ميرسي ليكي. هنسمعك اغنيه احساسي يا امنيه. ميرسي ليكي. باي يا امنيه.
كريم لو قلت لك طبعا انا كان نفسي ارجع بالفاصل اقول ايه كريم تقول لي مين انا هبقى رقم واحد، وتقول لي مين ما بنساش، وتقول لي مين فاكرها سايبه. طيب نبتدي برقم واحد. هبقى رقم واحد، والله مش مقصود منها حاجة يعني، انا مش قايل هبقى رقم واحد يعني عشان انا رقم واحد او حاجة خالص يعني. هي المفروض ان هي شقاوة يعني، هبقى رقم واحد في حياة حد يعني. لا رقم واحد. سواء الحد ده مش موجود بقى، فمش عارف اقول لمين يعني. بس بتديها الناس كتير، بس مش عايز ان انت تذكر اسماء او حاجة او. لا والله خالص، ما فيش حد معين يعني ممكن اقول له كده، بس ممكن ما بيقول لك عازب طبعا. ممكن ماما بقى. ربنا يخليها لك. ربنا يخليها لك. ما بنساش. لا ما بنساش خلاص. ما بنساش خالص. طيب مش شكلها الحاجة في الماضي. ما هو ما فيش حاجة في حياة كريم فاهم اللي هو. لا هي ما بنساش دي الأغنية دي تحديدا كانت فعلا يعني، واحنا بننقيها كانت حالة كده يعني كانت معمولة لحاجة قديمة. طب وفاكرها سايبة؟ فاكرها سايبة دي نفسي اقولها بقى اللي انا هحبها والله بجد. هم عامة التلاتة يتقالوا عامة. لا بس دي بالذات اصلا الأغنية دي يعني انا بحب طبعا كل أغاني الألبوم يعني، بس الأغنية دي قريبة ليا قوي يعني. طيب في اتصال تليفوني نرجع ناخده. الو محمد. الو ازيك يا محمد؟ الو ايوه يا محمد سامعنا؟ مساء النور، كريم محسن معاك. انا محمد ازيك محمد اسمعنا من التليفون مش ايوه يا فندم. انا بحب الفنان كريم محسن قوي. حبيبي يا محمد، انا كريم معاك. نفسي اسمع اغنيه ما بنساش. حبيبي يا محمد حاضر اسمعها لك. انا سعيد ان انا بكلم حضرتك والله. انا اسعد والله، ربنا يخليك. ايوه انا معاك يا فندم. عايز تساله سؤال تاني يا محمد؟ انا بموت في كريم محسن والله. ربنا يخليك، كلك ذوق. الالبوم ده فعلا جميل 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 جميل. ربنا يخليك ليا يا رب، كلك ذوق. ونفسي اسمع اغنيه كريم، اغنيه ما بنساش لكريم محسن. حاضر هنسمعها لك يا محمد. ميرسي ليك اتصالك يا محمد. طيب بعد بقى الثلاثيه اللي نجحتوا بيها انت وتامر وحسام الحسيني، طبعا تامر حسني وفنان حسام الحسيني، توصف مين كل واحد في كلمه؟ تامر حسني وحسام الحسيني بعد النجاح بس ما شاء الله في الكليب الرائع جدا اللي انتوا عملتوه بجد. غير كده على فكره يعني انتوا عاملين مع بعض كومباك وعاملين كذا حاجه مع بعضيكوا يعني انتوا في بحس ان في كيمستري ما بينكم كده. توصف كل واحد فيهم بكلمه. طيب تامر حسني تقول له طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى تامر هو السبب في اللي انا فيه دلوقتي. هو اخويا الكبير يعني هو ظهري يعني. توصفه اخ كبير يعني. اخويا الكبير، وهو اللي بجد يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني بفضل ربنا طبعا، يعني من بعده تامر بجد انا دلوقتي اخدت شعبيه يمكن او شهره سببها الاول تامر يعني. طيب وحسام الحسيني؟ حسام بقى حسام قريب ليا قوي، و احنا برضه اخوات يعني، مش بقول كده كلام ولا حاجه يعني، بنتعامل مع بعض. دي حاجه باينه طبعا. مش مخرج ومطرب وملحن والحاجات دي. حسام طبعا مخرج جامد قوي ورابر جامد قوي وممثل كمان، يمكن هو بيعمل فيلم دلوقتي ربنا يكرمه. ف يعني اخويا انا بقول عليه، عايز اقول عليه كلمه واحده، اقول عليه شامل يعني، عنده شمول كده ما شاء الله عليه يعني. ما شاء الله ربنا يوفقكم دايما. كريم انا مبدئيا عايزه اقول لك ازاي البوستر بتاع السي دي جامد كده جدا. انت عارف رايي على فكره، لان انا كنت بكلمك امبارح وانا والمعده بتاعتنا واحنا قاعدين وقلت لك قد ايه الصور بجد شدتني، وقد ايه حسيت ان هو جاستن تيمبرليك بجد اخر حاجه يعني انا حاسه ان انا بفتح فعلا. انا حسيت ان انا بفتح سي دي لحد فاهم عالمي يعني، فاهم ربنا يكرمك، ده كلام كبير. لحد مصري بجد. كمان لفت نظري الاداء اللي انت عامله لتامر. اسمحوا لي ان انا اقراه لكم. طبعا كل اللي اشترى السي دي اكيد شافه، بس انا برضو حابه عشان اللي ما جابوش يعرف الشكر. مكتوب: شكر خاص جدا لنجم القارة الفنان تامر حسني على كل ما بذله من جهد وما قدمه له من دعم معنوي ومادي لإخراج هذا العمل. كل الشكر والحب والتقدير لك يا أخي الأكبر. بجد عجبتني كلمة لك يا أخي الأكبر دي يا كريم. يعني حسيت فعلا إن مش تامر واحد عادي اللي هو دعمك أو هو اللي قدمك مثلا إن أنت تبقى موجود مثلا مع محسن جابر أو الكلام ده كله، بس حسيت فعلا ان انتوا قد ايه في اخوه يعني، انتوا اخوات فاهم ازاي؟ في اخويه بجد ما بينكم. واكتر من كده والله يعني، عايز اقول لك اكتر من كده كمان. واقل حاجه طبعا ان انا اقدمها لتامر يعني ان انا اشكره يعني. هو عمل حاجات كتير قوي يمكن ممكن ما يكونوش عارفينها كمان، غير ان هو
موضوع الغنى او موضوع ان هو مثلا خلاني انتوا صحاب اصلا يعني؟ احنا صحاب طبعا، وهو اكبر مني بحاجات بسيطه يعني، كمان هو خبرته اعلى مني طبعا بالظبط، وانا يعني بلجأ له في حاجات كتير قوي يعني. كمان انت كنت بتلحن لتامر اصلا قبل ما انا لحنت في البدايه، عملت قبل تامر عملت لزيزي، الفنانه زيزي، تمام، بتاعها اغنيتين، وعملت الفنانه كارول صقر وليلى غفران والفنان خالد سليم وتامر طبعا بقى كميه اغاني بقى كبيره بقى، عملت معاهم تقريبا 12 اغنيه او حاجه. طب احنا معانا التليفون يا كريم، خلينا ناخده. الو. الو. ايوه. ازيك يا نسمة؟ مين معايا؟ ندى. ازيك يا ندى؟ السلام عليكم. ميرسي يا جميله، ربنا يخليكي. وكمان كريم على فكره تعبان جدا يعني، انا عايزه اقول لك كريم جاي النهارده. الو. ايه عامل ايه؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انت معلش عيان شويه، صوتي رايح بقى. انت حد مسخره. ربنا يخليك. عايزه اقول لك ان انا زمان اصلا ما كنتش بحبك. تمام. وبعدين ايه الشخص ده هو معاك قناعه وبتاع. طب دلوقتي بتحبيني ولا بتكرهيني؟ لا ازاي، لا بحبك طبعا. ربنا يخليك، كل جزء. بصراحه اول ما الالبوم نزل الاغاني كلها حلوه ما شاء الله. ربنا يكرمك. في اغنيه بقى انا مجننيني، انا ما بسمعش غيرها تقريبا 24 ساعه بسمعها. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي كلمه. طبعا الاغنيه دي بعشقها، انا بحبها قوي الاغنيه دي. احنا يمكن عشان احنا في مصر كمان بطبعنا بنحب الاغاني شويه الحزينه والدراما والرومانس والحاجات دي، احنا شعب عاطفي شويه. صح. دي شويه بيأثر فينا بقى الحاجات دي، يمكن يعني انا معاكي في الاغنيه دي، فعلا عملت حاجه كويسه، انا ملاحظ ده مع الناس كمان. ليكي اي اسئله تانية؟ يمكن 20 مره وهتخلص وعيدة تخلص. ما تزهقيش بس، اهم حاجه ما تزهقيش بقى. لا ما زهقتش والله. ندى ميرسي ليكي يا جميله، ميرسي. طب انا مش عايزه اطلب طلب. اطلبي يا حبيبتي. بصي يا كريمه، انا سمعت ليك اغنيه وانت بتغني لتامر حسني، اغنيه تفتكر لي. الاغنيه دي انت غنيتها حلو جدا، فيعني لو ينفع تغني حته منها. حاضر. اوكي يا ندى، هنسمعك اكيد. ميرسي ليكي، ميرسي على مشاركتك معانا. طيب نرجع تاني. كريم، انا يمكن اتكلمت عن تامر وبوضح شكل الاخويه اللي ما بينك وما بينه، لان انا عايزه اسالك الحقيقه سؤال، يعني عايزه اعرف منك. يمكن تامر حسني لما ابتدى اتحط في مقارنات كتيره مع ناس كانت ضده، ما كانتش في صالحه. مش خايف يا كريم ان انت تتحط في مقارنه مع تامر تبقى في ضدك برضه؟ لا خالص، انا يعني ما افكرش كده يعني، او انا عموما مش عايز اتقارن بحد، عشان انا مش هينفع اظلم نفسي واظلم الحد اللي انا بتقارن بيه يعني. انا واحد لسه بيبدأ مشواره، اول ألبوم في حياتي. يمكن يكون عجب ناس، او ناس مثلا عجبها كريم، او شايفين ان كريم مثلا مشروع مثلا لحاجه كويسه، بس مش معنى كده ان انا احس بنفسي واقارن نفسي مثلا بتامر، او اقارن نفسي باي حد، حتى لو حد عنده ألبوم زياده عني، هو اقدم مني وهو احسن مني يعني. مش عشان حاجه، عشان هو خبرته اكتر مني، وهو بادئ قبليه، واكيد ليه جمهور برضو من قبلي يعني. فانا عمري ما هقارن نفسي بحد يعني، او مش عايز اقارن نفسي بحد. انا واحد بيبدا، وبس نفسي ان انا استمر ان شاء الله يعني، اعمل حاجات كويسه يعني، واقدم حاجات محترمه بس كده. دي مقومات فعلا ان هو يكون نجم فعلا، بس ما شاء الله ربنا يوفقك. انا كنت لسه هقول له يا كريم انت جامد، انت رقم واحد. لا ربنا كده، بس انت عشان بتحبي الاغنيه مش اكتر. طيب ايه رايكم دلوقتي نروح نطلع مع ما بنساش، بما اننا بقى اتكلمنا عن تامر وعن كريم، ونروح نتكلم عن الاغنيه الجامده دي جدا، بما ان كمان مستمعين كتير طالبينها. نروح نسمع ما بنساش ونرجع لكم تاني مع نجمنا النهارده اللي منورنا كريم محسن.